حياكم. اليوم راح نحكي عن موضوع شوية تراثي قديم، وطبعا هاي قطع مخيطتها عمتي أخت أبويا الله يرحمها الحاجة النيمة الله مشدي حسين. هاي كانوا قبل شكو قطع زايدة من القماش من الخياطات يجيبوها يخيطون بيها أكياس، أو مثلا هذا أكياس الشكر سابقا كلها ياخذوها يخيطون احجام حسب الاستفاده. يعني مثلا ميبسين باميه بيها هذا وشادينه وحاطينه على جهه، رفوف ديسكات وكلها مصفطه عليها اكياس. مثلا للعدس، مثلا للحمص، مثلا باذنجان ميبسينه، لوبيا ميبسيها، كلها تنحط بها هاي الاشياء. او ترخنه. هذه أكياس للمونة كانت، وطبعا هي صحية أكثر، خلينا نقول صحية أكثر من ما موجودة هاي. وطبعا راح أحكي لكم على باقي الأكياس مو بس تستخدم من هاي، راح أستعرض لكم أكياس مخيطة للتتن أيضا. هذه كانت مونة البيت كلها تنعرض بهاي، تنحط بهاي الأكياس وأحجام. الكميات الكبيرة هي محطوطة بغرفة المونة مثلا، ويبدون ينزلون من هذا الكيس الكبير يخلون كمية على ايدهم بالمطبخ للاستخدامات. فيعني انتو يعني اني اتذكر ال فوق غرفة المونة بس هي اكياس ابيض احمر، ولكن الاكثرية مالت الشكر. يعني شوفوا هذا مال شكر قديم، مال قواني الشكر القديمة. هذه هاي كانت ابد ما تنذب. هاي كانوا ياخذوها يخلوها للمونة. شكرا زهرة زنقنا وياكم، واليوم دكتورة لولان منورة بالتصوير. شكرا. شكرا.